هاي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده المفروض اصلا نبقى خلاص فهمنا. ما دام انا طالعه ماسكه شعري كده اهو، عاملاه كده اهو، يبقى احنا هنعمل افتكاسه مع بعض. ده المفروض حاجه نبقى احنا خلاص فهمناها وحفظناها. بس انا النهارده جايه اشارككم افتكاسه تانية لشعري. بس احنا المره اللي فاتت او الفيديو اللي فات افتكاسنا ببديل الزيت. النهارده هتبقى افتكاسه بالزيت نفسه، وهعمل ميكس باتنين زيوت، يعني بنوعين من الزيوت. الميكس ده رهيب قوي للشعر، وعايزه اقول لكم بجد تحفه للشعر، لانه الزيتين نفسهم بيظبطوا حاجات كتير قوي في الشعر. فاحنا لما نعملهم ميكس هيظبطوا الدنيا قوي. هيبقى تطويل. عايزه اقول لكم الميكس ده بيطول، بيغذي وبيظبط التلف والهيشان وبيعمل كل حاجه جامده قوي. فهاخدكم مع بعض هنحضر الميكس وهاجي احطه معاكم في الشعر. فيلا بينا. طيب، بعد ما جهزنا كل حاجة ووريتكم واحنا بنجهز كل حاجة وعملنا الميكس بزيوت ايه، فيلا بينا مع بعض نحطه على الشعر وهوريكم هنعمل تريكتين هيخلولك شعرك تحفة اوي. احنا خلاص عرفنا ان انا لازم العب اي حاجة عشان ما تبوظ مني، وهسيب شعري. ده طبيعي. وطبعا اول لما اسيب شعري ويعمل، بس هو انا شعري على فكرة مع عادي لاني كنت عاملة كيرلي اصلا، بس هو كيرلي مرهق شوية. يعني هو يظهر ان هو كان معمول كيرلي لو انا جبته كده. بصوا كده اهو، كده يظهر ان انا كنت عاملة كيرلي. كنت سايباه اوي بالمرة، يعني انا كده اهو. بس طبعا الكيرلي مسكت كده اهو، ويظهر اني كنت عاملة كيرلي. بس احنا طبعا مش عايزين نعمله كيرلي دلوقتي، احنا نظبطه عشان نعمل فيه حمام الزيت. فهقسمه. طيب انا قبل ما هقسمه هعمل خطوه وهعمل ستيب مهمه جدا، ودي اهم ستيب انت لازم تعمليها قبل ما تحطي الزيت كله على شعرك، لان كده كده احنا هنحطه على شعري. يعني انا كده الزيت مسخناه بقدر ما يمكن، هو اكيد بارد بس مش مشكله. عشان بس التصوير وكده، فانا ضحيت بان الزيت يتحط بارد على شعري لاجل التصوير. يعني بعد ما سخنته هحطه بارد على شعري لاجل التصوير بس عشان تعرفوا. المهم ان احنا هنعمل ايه. انا هاخد باطراف ايدي، اهي ايدي دي اللي انا كنت بجرب بيها، هاخد باطراف صوابعي كده اهو، اطراف صوابعي بس. يعني هعمل ايدي الاتنين كده اهو، وهحط بصوا هشرح لكم. انا عملتهم كده اهو، ده بقى في الفروه بتاعه الراس كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. مش هستعجل خالص، لان دي اهم ستيب انت لازم تعمليها عشان الشعر يستفيد من الاويل. طيب
بعد كده بقى انا هكرر الستيب دي في اغلب شعري كله، او في شعري كله، مش في اغلب اهو. هقعد اعمل في حته حته كده اهو في شعري كله لغايه لما احس ان الفروه كلها، فروه راسي كلها وصلها الزيت. قبل ما نتجه او قبل ما نروح ان احنا نعمل الزيت على الشعر نفسه، لازم نتأكد ان هو اتعمل في فروة دماغنا الاول. وتفضلي كده تعملي حبة كده يعني شوية لغاية لما تحسي ان انتي مش مليتي، عشان انتي ممكن ما تحسيش ان بموضوع بملل قوي او ممكن تملي بسرعة. بس اعملي ثانيتين، 5 ثواني، دقيقة، يعني اي حاجة انتي حباها. بس بعد كده بقى انا بحاول ان انا اشرب دماغي كلها من الزيت بقدر ما يمكن. وبصي بكل حاجة عندي بصراحة بحاول اعمل هذه الستيب يعني. بصوا عمالة اجيب شعر يمين وشمال وفوق وتحت، كل حاجة يحاول ان هو لغاية لما احس ان هو فعلا شرب البرودكت او الزيت، شرب في دماغي كلها. بس كده بعد كده بقى هنتجه، يعني انا كده حاسه ان انا ايه خلاص تمام مظبوط. بعد كده بقى هنتجه، انتوا عارفين انا بضحك واطلع لكم بالمنظر ده لاجل ان انا اوريكم بس حاجه معينه. المهم هنتجه ان احنا نحط الزيت على الشعر كله. فيلا بعد كده انا يا دوب خلصت بعد ما اتحط عليهم الزيت. شوفوا كانوا بقى قد ايه بعد ما تخلص عليهم الزيت. بس انا كده اهو خلصت دول. هنزل شويه تاني من الحلوين دول. طيب ده اكبر دليل ان انا فعلا شعري معمول كيرلي اصيل. بصوا الكيرلي عامل ازاي. المهم انا دول اللي هم الشويه اللي كانوا هنا، انا رفعت جنب واحد بس، عملت قطه كده جميله ونزلت الشويه دول. قلت هقسم يعني هاخدهم نصين كده. ف هقسم. انا بصوا انا مش عارفه بصراحه انا بقسم ايه وبعمل، انتوا عارفين ان انا في القسم والحاجات دي بعمل حركات عشوائيه جدا، عشوائيات قوي يعني. فاهو قسمتهم كده 2. في حته هنا نخليها تبع دول. طيب انا بغيب واجيلكوا بعد ما بخلص سكاشن عشان مع وقت الفيديو ما يكونش طويل. فانا كده خلصت الجزء اللي في شعري كله، خلصت الجزء اللي ورا وخلصت الجزء ده. بس اكبر دليل ان احنا فعلا غرقناه من الزيت ان هو عامل ازاي. فاضل الجنب اللي معمول فيه قطه ده، فهنزله برضو. مش عارفه هسيب الكاميرا مفتوحه ولا لا، بس انا هنزل الجزء ده برضو هديله هاخده. بصوا وحش الكيرلي بقى ان هو الشعر بيبقى عامل كده بجد، بيبقى مقزز بالنسبه لي ان انا اجي اعمل حاجه في الشعر. بصوا الشعر عامل ازاي ماسك في بعض، ماسكه ماسك في بعض، ماسكه بشعه. طيب هجيب دي كده وهعمل فين. لا دول معمول لوحدهم. هعمل الجزء ده ويبقى فاضلي الجزء ده بس. طيب انا كده خلصت وخلاص. وبصوا زي ما انتوا شايفين ان انا عملت شعري كله. طيب هلمه. وبعد ما نلمه احنا عندنا حاجتين. بصوا احنا عندنا حاجتين ممكن نعملهم لو انتي شعرك مش هتقعدي بيه كتير وعايزه تغسليه على طول. فان انت هتعملي ايه، هتقفلي الشعر عشان الزيت يستفيد منه كويس. يعني هتلبسي مثلا هتلفي كيس حوالين شعرك وتلبسي عليه مثلا كاب، برو كاب، الكاب الحراري، اي حاجه عندك بس عشان يسخن الفروه. طيب لو انا مش هستحمى دلوقتي او مش هاخد الشاور بتاعي دلوقتي، ممكن اقعد بيه عادي ومن غير اقعد بيه كده. لو انا مش عايزه اكيس دماغي واقفل دماغي دلوقتي فممكن اقعد بيه كده عادي. انا هقعد بيه مش هكيسه لان انا مش هاخد الشاور دلوقتي ومش هغسل شعري دلوقتي. فانا هقعد بيه كده عادي براحتي لغايه. بس زي ما قلت لك لو انتي حاسه ان انتي معندكيش وقت تقعدي بيه كده اهو وتقعدي بيه كتير، تقفليه على طول بس عشان الشعر يسخن والشعر يستفيد من الزيت. شويه هتعدي ساعه او ساعتين وتاخدي شاور. لو انتي بصي انتي ممكن تقعدي بيه ساعه عادي، بس انا بحب ادي نفسي ليميت اكتر عشان الشعر يستفيد بيه اكتر. فخليكي في ساعتين، خلينا في ساعتين دول كويسين جدا. ساعتين لو انا هغطيه. طيب لو انا مش هغطيه ممكن اقعد اطول من ساعتين وبعدين اشطف شعري عادي جدا. بجد الحوار ده بتاع ده جميل قوي. بس اهم حاجه ان احنا
نستمر عليها عشان الشعر يستفيد منها، ما نعملهاش مره وما نشوفش النتيجه فنقول ان هي مش حلوه وكده. انا كده خلصت الفيديو، اشوفكم في فيديو تاني وجديد. باي باي.